بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن كذا موضوع. أنا اتكلمت منهم في موضوع الحلقة اللي فاتت عن الكابتن أحمد شوبير اللي من ساعة رجوعه إلى الإعلام الرياضي مرة أخرى وهو بيثير الفتنة في الرياضة المصرية. فتح موضوعين، موضوع كهربا وكهربا مظلوم واتحاد الكرة أخطأ والموضوع كان في صالح كهربا ولكن بقدرة قادر الموضوع اتحول وعارف الناس اللي عملت كده وبالاسم ومش ودي شهادة للتاريخ. كابتن أحمد شوبير موضوع كهربا ده كان من 2019. طب انت كنت ساكت ليه من 2019؟ جاي تتكلم دلوقتي ليه؟ بعد ما دفع الغرامة؟ دي حاجة. تاني حاجة، الناس اللي انت عارفهم بالاسم ما تقولهم، ما تقول مين الناس ديت. انت ليه بتثير قضايا، بتثير الفتنة في الرياضة المصرية؟ ودي مش أول مرة تعملها. انت على طول في كتاباتك على الفيس وفي أي برنامج بترمي كلام كده، يعني مش أي حد يفهمه إلا اللي مركز معاك، وأنا الحمد لله مركز معاك أوي. فموضوع كهربا ومدته وتقول إيه، هي دي قيمته صح، كانت المرة دي صح الصح. طبعا أنا عارف أنت بترمي على إيه، على الهتاف الشهير اللي هو قاله بعد ما جاب الجون في الزمالك والاهلي كسب 2-0، هو جاب جون ومحمد شريف جاب جون تاني وقعد يغني مع الجمهور كهربا مش عارف ايه صح وبتاع والكلام ده كله. يعني انت بتقول ايحاءات ما ينفعش تقولها في القناه بتاعتك. وبعدين انت تطرقت لموضوع بيراميدز والعقوبات وجوميز مدرب الزمالك والحكم الرابع وخبطه في صدره والكلام ده كله، وبتتهم لجنة الانضباط ان هي مش فير، وتقول لجنة الانضباط عايزة انضباط. انت عارف لجنة الانضباط دي مين يا باشا؟ لجنة الانضباط دي فيها مستشارين وقضاة قيمة وقامة، وان هم وافقوا ان هم يمسكوا لجنة الانضباط من اجل تحقيق العدالة. فانا بطالب من هنا ان انت تحول للجنة الانضباط على الكلام اللي انت قلته في حق لجنة الانضباط، وتقول مروان حمدي بقاله 3 اشهر، طب ما تجيبوا له عصير مانجا وتقعدوا معاه وبتاع والكلام ده كله. بتتريق وتتهمها انها مش فير في موضوع كهربا، وان كانوا عايزين يشطبوه وكانوا عايزين يتوقف 12 ماتش وبعد كده توقف 6 اشهر، وبتقارن بين اللي حصل لكهربا واللي حصل لمروان حمدي. مروان حمدي اخطا واخطا خطا جسيم، محدش يقدر يقول حاجه. وكهربا اخطا اللي انت بتقول اصله كان بيهتف مع الجمهور. فيا ريت تبقى فير كده في تقديمك البرامج، وبلاش التحيز اللي انت عايش فيه على طول، لان انت كده بتثير الفتنه في الرياضه المصريه. ودي تاني مره اتكلم عليك وعلى اثارتك الفتنه في الرياضه المصريه. فلو سمحت يا ريت ما تحاولش ان انت تتكلم عن نادي الزمالك تاني. وعايز افكرك بحاجه، كهربا كان الماتش دوت اللي هو اتعاقب عليه في شهر 1/23، وفضل يلعب الدوري والكاس وتوقف في الموسم الجديد بتاع 24. ولو تفتكر ان الزمالك انسحب من كاس السوبر لان العقوبات ما توقعتش على الكهرباء واتجمدت. وانت جاي تقارن وتقول مروان حمدي يعملوا فيه اللي هم عايزين، بس ما تحاولش ان انت تحاول ان انت تزل لجنه الانضباط انها بتكلم من كلام. دي حاجه. تاني حاجه برضو تستضيف في البرنامج بتاعك الاخ محمد فارس والاخ احمد اسامه، وبرضو كلامك موجه على نادي الزمالك. كلامك كمان موجه على نادي الزمالك، ومش عايز اقول في استهزاء بنادي الزمالك، وفي تنمر على نادي الزمالك، وفي تريقه على نادي الزمالك.
اما تقول النادي انتوا عفاريت سوشيال ميديا، عفاريت سوشيال ميديا، وساعات بتخشوا في قواضي تافهه ولكنها محسومه. انت قلت كده. واحد كسب واحد 98 مقابل واحد، بتخش معاه ليه في مهاترات وبتاع؟ والاخ محمد فارس يرد عليك يقول لك اصل هما بيدعوا المظلوميه، ومظلوميه هدف حسن شحاته، ومظلوميه نادي القرن، واحنا عايزين نبان للاجيال ان الكلام ده مش سليم وبتاع والكلام ده كله، والمنافس بيفند اكاذيب والكلام ده كله. ما اعرفش، انت شايف كده ان انت ما بتسيرش الفتنه في الرياضه المصريه؟ انا مش عارف مين اللي رجعك تاني ان انت تقدم برامج. انت لما كنت في البيت كنا مستريحين، وبعدين الاهلي والزمالك طول عمرهم اخوات والجماهير اخوات. انت بتشحن ده على ده وده على ده وده على ده ليه؟ عشان انت تفضل في الساحه؟ ويا ريت اللي بتقوله صحيح. انت بترمي كلمه سليمه و10 ما لهمش اساس بالصحه، وبتجيب ناس متعصبه تغلط في الفريق المنافس ليك. هي دي رياضه؟ انا مش عارف بصراحه. والاخ محمد جدو بقى، ننتقل لموضوع الاخ محمد جدو. محمد جدو اللي عمل بيان وعلى ان احمد سليمان قال ان بيراميدز ما بيديش لعيبه للزمالك، ودي حقيقه. قال لك ما انتوا خدتوا عمر جابر ودونجا وعبد الله السعيد. باشا عبد الله السعيد جه بمحض ارادته، لان وسنه 39 سنه. عمر جابر ده اصلا كان بتاع الزمالك، انا برد عليه. وانت خدت برضو عمر جابر من الزمالك، وخدت علي جابر، وخدت احمد توفيق، وخدت احمد الشناوي. فما تقعدش بقى تقول اصل انتوا بتاخدوا واحنا ما بناخدش وبتاع، واحنا عارفين انتماءاتك وعارفين ميولك، وعارفين لو انت ناسي العقد اللي انت مضيته ورجعت في كلامك، والحاج محمد مصلح عمل لك مد للعقد القديم عشان اتفاقك مع الزمالك، ودخلت في قصه وقضيه وايصال امانه والكلام ده كله. فما تجيش تدعي دلوقتي ان انت راجل الزمالك بيتجنى على بيراميدز والصح ايه والغلط ايه، وانت عارف انت عملت ايه زمان. مفيش داعي نتكلم في المواضيع القديمه. انا بس برد عليك لان اي واحد هيتجاوز في حق الزمالك لازم يلزم حدوده. الاداره عندنا ما بتتكلمش لانها بتعمل في صمت، انما جماهير الزمالك بالملايين، في مليون واحد ولا 2 مليون هيخشوا يردوا عليكم. ولا انتوا عشان انتوا وسائل اعلام مسخره ليكم والناس بتسمعكم وبتشوفكم؟ لا يا باشا. وبعدين ما تضحكوش على حد، لان الناس عارفه كل حاجه. فانا من هنا من البرنامج ده وطالب بوقف برنامج الكابتن شوبير، وتحويله لجنه الانضباط لاتهامه لجنه الانضباط اللي هي قيمه وقامه ومستشارين وقضاء على اعلى مستوى بالتواطؤ في موضوع مروان حمدي، وكانوا ضد كهرباء. وانا عارف انت بتقول كده ليه وبترمي على مين في لجنه الانضباط، بس انا مش هتكلم. بس الناس دي ما بتعرفش تجامل، الناس دي ما بتزورش، ما بتكذبش. وانت عارف مين اللي بيزور ومين اللي طلع على الهوا واعترف وانا زورت الانتخابات ايام الحزب الوطني. فاتق الله، واحط تحت كلمه اتق الله دي 100 خط، ومش لاقي كلام اقوله تاني غير انا اطالب تحويله للجنه الانضباط في الكلام المنسوب ليه لاثاره الجماهير واثاره الفتن الرياضيه.